تخيل معي يا رعاك الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدى في عرضه، يؤدى بالتي سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ من؟ قال عائشة. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. وإذا بالمصيبة تأتي في أحب الناس إليه، في أن تتهم أم المؤمنين عائشة بحادثة الإفك بالزنا. قال ماذا؟ قال أبو بكر وهو من؟ والد عائشة. قال ما أصبنا بمصيبة في الجاهلية ولا في الإسلام أعظم من هذه المصيبة، مصيبة أنه انتهك عرض عائشة أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي التي تروي الآن. من الذي يقص لنا هذه القصة؟ هي أم المؤمنين التي اتهمت، تحدث عن الذي حدث معها. قالت: كلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفر اقترع بين أزواجه، أي أنه جعل قرعة، ومن يخرج عليها السهم تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. والنبي كان تعرفون السفر ليس كسفرنا في زماننا، السفر يستمر 2 و3، فلا بد لزوجة أو زوجة من أزواج النبي تكون معه في حله وترحاله، في السفر شاق. يومها، وكان هذا في غزوة بني المصطلق، ويومها جاءت القرعة والسهم لصالح أم المؤمنين عائشة، فخرجت عائشة إلى تلك المعركة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأثناء عودتهم من تلك المعركة، وتعرفون أن المرأة كانت توضع على هودج، وهذا الهودج يوضع فوق بعير توضع داخله المرأة حتى يكون بينها وبين الرجال حجاب، حتى تأخذ المرأة راحتها في خلع حجابها وفي غيرها. فهذا الهودج له ستار يخفي المرأة عن أعين الرجال. أثناء عودتهم تقول أم المؤمنين عائشة: فنزلنا منزلا، أي أردنا أن نستريح، وكانوا يستريحون كما تعرفون في السفر، فأرادوا أن يستريحوا يومها لتستريح البعير ويستريح الناس والصحابة. فخرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لتقضي حاجتها بصحبة بعض صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضت أم المؤمنين حاجتها ثم عادت، وإذا بها رضي الله عنها تفقد عقدها، وهذا عقد كان لأم سلمة رضي الله عنها، ففقدت هذا العقد، فعادت لتبحث عنه في نفس المكان الذي قضت فيه حاجتها. وهي تبحث عن العقد، وإذا بالرواحل وبالبعير وبالجيش وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضون في طريقهم، وتبقى عائشة مكانها. فلما عادت عائشة وإذا بالجيش قد ذهب، مضى الجيش، فبقيت أم المؤمنين عائشة مكانها جالسة لا تتحرك، على أمل أن يرجع الجيش بعدما يفقدونها فيعيدونها. فجلست مكانها وإذا بها تذهب في نومها فنامت. كان هناك صحابي اسمه صفوان، هذا الصحابي كان يتأخر عن الجيش، وكان الصحابة يعتمدون عليه بتأخيره عن الجيش أو اللحاق بالجيش بأن يأتي بأي شيء فقده أو نسيه الصحابة في الجيش أو بعد ذهابهم من الجيش. فكان ذاهب ليلحق بالصحابة بأشيائهم التي نسوها أو فقدوها. وإذا به، تقول أم المؤمنين عائشة، وإذا به يطلع على سوادي، وكانت نائمة. يومها كشف الغطاء عن عائشة، فتقول أم المؤمنين عائشة أن صفوان هذا
رآني قبل الحجاب، يعني قبل ما يفرض الحجاب رآني ويعرفني، فنظر فعرف عائشة، فقالت عائشة والله ما قال إلا لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون، وسكت، ما تكلم غيرها. قالت فجاء بالبعير ثم ركبت على البعير والله ما قال لي اركبي، الرجل ساكت عنده حياء. قال فلما ركب وظهره لأم المؤمنين، اسمعوا للحياء، ركب على الفرس على البعير وظهره بأم المؤمنين عائشة، وصارا في ظلام الليل، فوصلا إلى المدينة. حتى اللحظة لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقد عائشة، لأن النساء كان للنساء مكان خاص في الجيش، فلم يصل الخبر أنه فقد عائشة. فيرى هذا المنظر، عائشة على الفرس ومعها صفوان، وإذا به يراه عبد الله بن أبي بن سلول، قمة رأس المنافقين، القمة. حينها وقف وأراد أن يستغل الأمر، ورأى أن هناك فرصة تاريخية لأن ينال من شرف وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف أمام الناس ثم قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها. يتكلم عن صفوان ويتكلم عن عائشة. اسمعوا يا من تؤدون وتبكون وتصرخون لماذا نؤدى، اسمعوا، أحب الناس إلى قلب رسول الله قال والله ما سلم منها ولا سلمت منهم، وإذا بالخبر ينتشر في المدينة، هذا يخبر هذا، المنافقون يبدأون بنشر الأخبار، نسخ لصق، يبدأون بمشاركة الخبر بين الناس. حتى اللحظة لم تعلم عائشة، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يومها عائشة مرضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم المؤمنين عائشة والله ما كلمني ولا حدثني في الأمر ولا سألني عنه ولا راجعني فيه. كما يقولون جبر الخواطر على الله، ما أراد أن يكسر خاطرها النبي صلى الله عليه وسلم. لو بلغ واحد منا خبرا زائفا عن زوجته وخبرا زائفا أو خبرا زائفا عن أخته، ماذا سيصنع؟ النبي لم يتكلم، النبي يريد أن يتبين. لا نسارع في الحكم على الناس، لا نسارع لأننا سمعنا، النبي سمع. تخيلوا معي أن المدينة كلها تتكلم عن عائشة وصفوان، والنبي لم يخبر عائشة عن الأمر. قالت إلا أنه كان إذا مرضت كان يعطف علي، يضع يده على رأسي ويعطف علي، إلا أنه يوم مرضي هذا تغير، فكلما مر علي قال كيف حالك، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل معي، عائشة لا تعرف الخبر، رسول الله يخرج من بيته والناس تشير عليه أن زوجته فعلت كذا وكذا. المنافقون بدأوا يدخلون بالأخبار، تعرفون لماذا؟ لأنه مر شهر كامل لم ينزل الوحي يتحدث عن هذه الواقعة. الوحي كان ينزل على رسول الله يتكلم في أمور أخرى، إلا أمر عائشة ما تكلم فيه الوحي، ولهذا المنافقون وجدوها فرصة. الوحي ما تكلم ورسول الله ما تكلم، وإذا برسول الله، انظر إلى الهم، ألا يكفي رسول الله هم الأمة؟ ألا يكفي الهموم التي في قلبي حتى يأتيه هم أعظم، وهو أن تؤدى زوجته في عرضها؟ وكلما خرج النبي الناس تشير عليه، وتقل الأمر على قلب النبي، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالهم، حتى أن عائشة شفيت، فخرجت هي وأم مصطح وهي صحابية ليغتسلا
فتعثرت أم مصطح بثوبها فقالت: تعس مصطح. دعت على ابنها. حينها قالت عائشة: أتدعين على مصطح وقد شهد بدرا، يعني من أهل بدر، أتدعين عليه؟ قالت: ألا تدرين يا عائشة ماذا قال فيك مصطح؟ قالت: ماذا قال؟ قال: يا عائشة، قال فيك كذا وكذا وكذا. فعرفت عائشة فتغير لون وجهها وبكت. قالت: يا إم مصطح قال في كذا وكذا؟ قالت: نعم. قالت: يا إم مصطح، هل ذكر الناس ذلك في الشوارع وفي العامة؟ قالت: نعم. قالت: هل علم رسول الله؟ قالت: نعم. فعادت عائشة. تخيل معي الموقف، المدينة كلها تتكلم في عائشة، المنافقون يشعلون الأخبار، وتعود عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتستأذن النبي بأن تذهب إلى أبويها لتجلس عندهما، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى أمها. قالت: يا أمه، ألا أخبرتيني بالخبر؟ فقالت: يا عائشة، إن لك ضرائر، ولا بد أن أحدا أخرج عليك شيئا فقالوا، فهوني على نفسك يا عائشة. فدخل أبو بكر فقالت: انظر ابنة الصديق وزوجة رسول الله. قالت: حقا يا أبتاه، لم لم تخبرني يا أبي؟ وإذا بأبي بكر يجهش بالبكاء. تخيل، يمر يوم بعد يوم والنبي قد هجر عائشة، مر شهر كامل هجر به النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة، وإذا بالنبي يدخل على عائشة. وقبل أن يدخل النبي، انظر أين وصل الأمر، دعا النبي علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. علي بن أبي طالب زوجة ابنته فاطمة، وأسامة حبه ابن حبه. قال: يا علي، يا علي، هل رأيت أمرا عن عائشة؟ قال: يا رسول الله، إني لا أعلم عن أهلك إلا خيره. قال: يا أسامة، هل رأيت عن عائشة شيئا؟ قال: يا رسول الله، لا أعلم عن أهل بيتك إلا خيرا. الكل زكى عائشة، والكل ذكر خيرات عائشة وحسنات عائشة. فدخل النبي بعد انقطاع شهر، دخل على عائشة وجلس. أبو بكر وأم عائشة يجلسون والنبي جالس. تقول عائشة: وإذا برسول الله يتكلم. تقول: وإذا به ينتزع الكلام انتزاعا، ينتزع الكلام انتزاعا. قال: اسمعي يا عائشة، يا عائشة، إن كنت قد أذنبت فاستغفر الله. يا عائشة، إن كنت قد أذنبت فاستغفر الله، فإن العبد إذا تاب وأناب إلى الله غفر الله له. وإن كنت بريئة سيبرئك الله، وإن كنت بريئة سيبرئك الله. تقول عائشة: فمسحت يومها دموعي ونظرت إلى رسول الله، ثم نظرت إلى والدي أبو بكر. قالت: يا أبتاه، أجب رسول الله. كأنها تقول: رسول الله عنده احتمال، إن كنت أذنبت فاستغفر الله، وإن كنت بريئة برأك الله. فوقفت صدمت، قالت: يا أبا بكر، يا أبي، أجب رسول الله. فنزلت دموع أبو بكر
قال والله يا بنيتي لا أجد شيئا أجيب به رسول الله. فنظرت إلى أمها قالت يا أماه أجيبي رسول الله. قالت يا بنيتي والله لا أجد شيئا أجيب به رسول الله. تخيل الهم، النبي يعرف عائشة لكن الوحي لم يأتي. النبي يعرف عائشة ويعرف قيمة عائشة. النبي الذي يحب عائشة يعرفها، لكن الوحي ما تكلم في براءتها. والمدينة تتكلم والمنافقون يتكلمون. هم على قلب رسول الله وعلى قلب عائشة وأبو بكر، بيت كامل في هم، بيت النبوة. فتحدثت عائشة قالت إني لأعلم أن هذا المقال قد تمكن من قلوبكم. خلاص لن أستطيع أن أغير من الأمر، هذه الحكاية أنتم صدقتموها. فقالت إن كنت بريئة والله يعلم أنني بريئة وقلت لكم ذلك فلن تصدقوني، وإن قلت لكم فعلتها والله يعلم أنني لم أفعلها ستصدقوني. انظروا إلى وين وصل الهم. انظر عائشة تبكي وأبو بكر يبكي وأمها تبكي، لكن أيها الحبيب أيها الحبيب أداك الناس انتظر الفرج. لست أنت المنتقم، الله المنتقم. ليس أحد سيرد لك حقك، الله سيرد لك حقك. أداك إخوانك أقاربك جيرانك أصحابك، أبشر والله سيأتيك الفرج. دعها لله، اتركها لله. فقالت إن فعلتها والله يعلم أنني لم أفعلها ستصدقونني، ولكنني أقول لكم كما قال. وأرادت أن تقول كما قال يعقوب، لكن عائشة كانت صغيرة 15 عاما، ولأن عائشة صغيرة نست اسم يعقوب، فقالت لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سكت الجميع، وإذا برسول الله يرتعد والعرق يصب من على رسول الله، وهذا حاله إن أتاه الوحي. إن نزل الوحي على رسول الله ارتعد وبدأ يصطب عرقا، فعلمت عائشة أن الوحي قد جاء. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة أبشري فقد براك الله، يا عائشة أبشري فقد براك الله. ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. تدروا ماذا قالت عائشة؟ قالت والله ما كنت أتوقع أن قرآنا سينزل بي. تقول عائشة أنا أحقر من أن ينزل بي قرآن. تقول والله كنت أظن أن النبي سيراني في رؤية في المنام أنني بريئة، وإذا ب9 آيات في بداية سورة النور تنزل تبرئة لأم المؤمنين عائشة. لا تحسبوه شرا لكم، الله يقول عن حادثة عائشة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إياك الأذى لا تحسبه شر لك، وقع عليك ظلم لا تحسبه شرا لك. أبشر إن شاء الله، أبشر إن شاء الله. دعك مما قيل وقال، دعك مما قيل وقال، وعليك برب السماوات والأراضين.
ارفع شكواك إلى الله، ارفع مظلمتك إلى الله، ارفع الأذى الذي أذيت به في عرضك إلى الله، واعلم أن الحق سيعود إليك.